هو السؤال هنا، ايه هي الصفحة التانية اللي مصر هتفتحها؟ مصر طبعا زي ما احنا عارفين انها موعودة، وهي ده دورها باستمرار انها تقفل صفحة تفتح صفحة جديدة، وكأن الكتاب ده مش عايز يخلص نهائي. هو الراجل اللي اسمه ابي احمد ده، اللي هو بتاع اثيوبيا، ماله كده طايح في الكل ورايح جاي ويفتح في المية ويقفل في المية؟ هو الراجل ده ماله شايف نفسه ليه؟ هو الظاهر في حاجة في دماغه ولازم في حد يوضحها له. وبعدين هو لحد دلوقتي عمل افتتاح للسد وعمل افلام ومهرجانات، وقبل سنة وقبل سنتين كان في افتتاح مبدئي وتشغيل مبدئي للتوربيدات وي ولحد دلوقتي مفيش ولا توربيد واحد عايز يشتغل. هو الراجل ده لو هو عنده ب2 جنيه فهم كان عارف ان الموضوع ده تقريبا، وده رأيي والله أعلم، مش هيخرج من يد المعلم حسن رشاد. وبعدين هو في إيه في مصر؟ عمالين مؤتمرات للنيل، مؤتمرات للمية، مؤتمرات معرفش، ووزير الري رايح ووزير الري جاي، والدنيا مقلوبة. زمان ما كانش حد يعرف وزير الري، ولا كان حد يعرف شكله، ولا هو فيه ايه، ولا هو بيعمل ايه. كان اقصى حاجة احنا نعرفها ايام لما كان في افيهات زمان، اقصى حاجة نعرفها اللي هو يقول لك ايه، انا راح اتصل بوزير الري. دي معناها ان يعني ايه، الشاب مزنوق وراح تصب. ده كان ساعتها افيه انت بتقوله انت كده حد جامد، انت بتخبط افيه. الناس اللي قاعده كلها بقى ايام الجامعه، بقى الناس اللي قاعده كلها بنات وولاد، انت كده حد خبط افيه حلو قوي، يعني انت حد حلو، انت حد حلو يعني. فوزير الرأي الايام دي رايح جاي وعمال طالع في برا. هو في حاجه احنا ما نعرفهاش، ولا هو في حاجه صعبه علينا؟ احنا عايزين جواب.